السلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظكم ويحفظ ابناءنا وابناءكم من كل سوء وشر. مستمعينا الكرام، واحد السيد الاسم ديالو عبد اللطيف مزوج، مراته سميتها فوزيه، عندهم جوج البنات وولد. البنات بجوج ما كيقراو ما والو، فقط الدار. الكبيره في عمرها 19 عام، اللي صغر منها في عمرها 15 عام. الدري هو الصغير فيهم في عمره 12 عام، الدري كيقرا في الابتدائي. باهم عبد اللطيف كيخدم في واحد الكواره ديال الديك الرومي ديال بيبي، كيف ما كنقولوا بالدارجه ديالنا. عندهم الدار ديالهم، الدار فيها السفلي والسطح. هاد الناس هادو كانوا عايشين عادي بخير وعلى خير، حتى لواحد النهار الجمعه بالضبط الدري ولدهم غبر. الدري بحسب الكلام ديال مو كان خارج للزنقه كيلعب. الدري ولو صغير موالف كيبقى دايع في الزنقه حتى لاش من وقت عاد كيدخل للدار. العشرة ديال الليل عاد كيدخل للدار. با قال شحال من مره كيكون جاي من الخدمه بالموتور، جاي مع العشرة ونص، كيتعطل في الخدمه بعض المرات حتى كيكون عنده الشارج، كيشارجيو الكاميوات بيبي. بعض المرات ما كيجي للدار حتى الوحده الجوج ديال الليل. ملي كيكون جاي من الخدمه مع العشرة كيلقى ولده باقي خارج، يا كيلقاه في الزنقه فين كيسكنوا كيلقاه باقي كيلعب تما، يا كيلقاه بعيد على الدار داير مع الدراري في الدرب، كيهزو كيجيبو معاه. تبرى فيه حتى عيا ضربو والو، القاعده هي القاعده. بعض المرات كيلقاه مع الدراري في واحد قاعه الالعاب فيها كونفازور بيار كذا الى اخره، كاينه في الدرب فين كيسكنوا، كيلقاه جالس مع الدراري قدامها. مو حتى هي وكانها ما مسوقاش ليه، ما عندهاش مشكل ولدها يبقى في الزنقه ديال حتى لذاك الوقت. ذاك النهار الجمعه الدري كان خارج من الخمسة ديال العشيه، هو خارج دايع في الزنقه حتى الليل. مو قالت باللي كانت خارجه للزنقه في العشيه، واقفه مع شي عيالات جارتها واقفين كيتحتوا في الزنقه تما مجمعين مع بعضياتهم. ولدها كان غير في الزنقه جالس مع الدراري، شحال وهي واقفه مع العيالات. مشات دخلات الدار، خلاته هو في الزنقه. من تما ما بقات طلعت عليه واش كاين ولا ما كاينش، واش مشى لشي بلاصه. صافي هي عند بالها راه غير في الزنقه تما كيلعب مع الدراري حتى العشرة ديال الليل. ملي بان لي هاد الدري ما جاش للدار، عاد هي خرجات كتقلب عليه. باه ما كاينش، كان باقي ما جا من الخدمه. خرجات مو كتغوت عليه في الزنقه فين كيسكنوا. الدري سميتو عبد الرزاق، خرجات كتغوت عبد الرزاق عبد الرزاق، ما تكلمش ليها الدري ما كاينش. مشات كتقلب عليه غدا كتسول في الدراري. الدري اللي تلاقات معاه كبير صغير تسولو ما بانش لك عبد الرزاق؟ لا ما شفتوش. مشات لديك قاعة الالعاب، مشات كتقلب عليه تما ما لقاتوش، ما كاينش. سولات عليه الدراري ما بانش لكم عبد الرزاق؟ شي دراري قالوا لها يلا كان هنا، منهم الدري اللي مقابل الكونفازور. قالوا ليها كان واقف في الباب ديال الكونفازور متكي على الباب، الجنب ديال الباب هنا، وكيتفرج في الدراري لداخل، حاضي الدراري لاعبين. واش ما شفتوش فين مشى؟ قالوا لها لا ما عرفناش فين مشى. مو سولات الدراري، سولات هذا سولات هذا، ما كاينش اللي عرفوا فين مشى. مشات كتقلب في الدرب، كدور في الزناقي تقلب، كتسول والو داك الدري ما كاينش. ما كاينش اللي شافو، ما كاينش اللي عطاها عليه شي خبار. اللي سولاتو كيقول لها ما عرفت ما شفتوش. مشات للدار، الدري ما كاينش في الدار، ما جاش. خرجات هي وبناتها بقاو كيقلبوا يدقوا على الجيران يسولوا عبد الرزاق غبر ليه الاثر. جابها من الخدمه، جا مع الوحده ديال الليل، لقى مراتو حالتها حاله. جا قالت ليها كاين. السيد ركب على موطورو في داك الليل، رجع كيقلب على ولده، ما خلى فين قلب ما لقاش. الغد لي السبت في الصباح جاو لا بريغاد عند الجندارم كيبلغوا بالاختفاء ديال ولدهم. مو قالتها كاين الكلام اللي ذكرنا قبل. بلغوا داك الصباح في العشيه مع السبعة ديال العشيه، تعلموا الجندارم بالعثور على جثه ديال ولد صغير في واحد الخلا. تشعرات النيابه العامه، انتقلوا الجندارم لعين المكان. لما وصلوا لقاو ولد صغير في عمره 11 12 سنه، لابس سروال ديال الصيرفيط كحل ولابس تيشورت احمر، مليوح في واحد الخلا في واحد الارض. من خلال محضر المعاينه، الولد مضروب للراس ديالو بآلة راده، مضروب بشي حديده اولا شي عصا زرواطه، مضروب اكثر من ضربه، راسو مهشم.
الوجه ديالو كان مغطى بالدم، الحوايج ديالو ملطخين بالدم، غير هو داك الدم كارم ماشي خضر، كارم ليه على وجهه وعلى حوايجو. البلاصه فين تلقات الجثه ما كاينش الدم. هاد الشيء اكد للجندارم ان الولد تقتل في شي بلاصه اخرى، واللي قتلو جابو رماه تما، لاحو في داك الخلا وزاد بحالو. البلاصه فين تلقات الجثه ديال الولد عباره على ارض فلاحيه فيها الشوكه ديال اخره، ما محروته ما مزروعه ما والو. كاينه واحد طريق بيست جنب هاد الارض، طريق ترابيه. اللي اعثر على الجثه ديال الولد هو واحد السيد عنده واحد الموتور دراجه ناريه، جاي من الخدمه ديالو غادي للدار، كيخدم في واحد المركز ديال الحليب، جايب الموتور ديالو حتى كتبان ليه جثه ديال الولد في الارض مرميه قريبه للطريق، تقريبا ما بينها وبين الطريق 8 متر. هاد السيد هذا قال انا دزت في الصباح من هنا مع 7:30 ديال الصباح، كنت غادي للخدمه، ما كانت حتى شي حاجه هنا، حتى لدابا فاش كنت جاي من الخدمه كيبان لي دري طايح هنا في الارض وواقع في هاد الحاله هادي. هاد السيد هذا كيسكن في واحد الدوار، هذيك هي طريقه كيمشي وكيجي منها. ديك الطريق كيدوزو منها الناس سواء على رجليهم سواء بشي وسيله نقل. الجثه ماشي مرميه وسط الارض باش ما غادي يشوفها حتى شي حد. اللي دايز مع الطريق غتبان ليه جثه ديال ولد صغير راه هي فين هي. ف كيفاش حتى ل7 ديال العشيه عاد بانت هاد الجثه؟ واش حتى شي حد فعلا مداها في الجثه ديال الولد؟ واش كاين اللي شافها تما وما بلغش؟ واش الجثه يلاه كيف تلاحت تما غير في ديك العشيه؟ الضحيه في المعاينه من خلال الحاله ديال الجثه لو البشره ودرجه الحراره ديال الجثه ودم الضحيه، تاكدوا الجندارم ان الولد مقتول البارح الجمعه، تقتل في شي مكان اخر السبت، تلاحت الجثه ديالو في هذه الارض هذه. ديك العشيه نيت والدين عبد الرزاق وصلهم الخبر باللي تلقى شي ولد مقتول ومرمي في هذه الارض. بحسب الكلام ديالهم قالوا باللي جاو لعندهم ناس من الدار فين كيسكنوا، قالوا لهم الجندارم لقاو شي دري مقتول ليه في البلاصه الفلانيه. البلاصه فين تلقات الجثه بعيده على الدار فين كيسكنوا والدين عبد الرزاق تقريبا ب 900 متر. مشاو ديك الساعه لهاد الارض هذه، خبروا الجندارم باللي ولدهم من البارح هو غابر، وباللي الصباح بلغوا بالاختفاء ديالو. قالوا للجندارم باللي لابس سروال سيرفيط كحل وتيشورت احمر، نفس الحوايج اللي لابس هاد الولد اللي تلقى. شافوا الدري تعرفوا عليه، قالوا ولدنا، ولدهم اللي من البارح هو غابر تلقى مقتول ومرمي في هاد الارض هذه. من بعد المعاينه واخذ الصور الاحترازيه للجثه والمكان اللي تلقات فيه، تنقلات الجثه ديال الضحيه المستودع الاموات. الجندارم داروا البحث ديالهم، ما كاينش شهود، ما كاينش اللي شاف شكون رمى الجثه ديال الولد بهذا المكان، البلاصه تما خاويه. كاين شي دواور غير هو بعاد على هذا المكان هذا فين تلقات الجثه ديال الولد، من بينهم الدرب فين كيسكنوا والدين الضحيه. والدين الضحيه الكلام اللي قالوه لما بلغوا بالاختفاء ديالو هو نفسه عاودوا قالوه. الجندار مشاو لقاعة الالعاب فين شاف الدري اخر مره، سولوا الدري اللي مقابل الكونفازور. الدري داكشي اللي كان قال الموت الضحيه قالوا للجندارم. الدرك الملكي ما قدروش يعرفوا الدري فين مشى من بعد، واش مشى مع شي حد، واش كان غادي لدارهم تلقى ليه شي حد. ما قدروا يتوصلوا لحتى شي معلومه تفيد البحث، من غير ان الدري تشاف في الليل قدام ديك قاعه الالعاب فقط. فين مشى من بعد ما عرفت. الجندارم بحثوا مع والدين الضحيه، سولوهم واش عندكم شي مشكل كبير ولا شي عداوه مع شي واحد من الدار فين كتسكنوا، شي حد اللي غادي يبغي ينتقم منكم بولدكم. المراه قالت باللي واحد السيده جارتهم كتسكن في الزنقه فين كيسكنوا، مده هذه تقريبا شي 7 شهور، كانت هداتها ببناتها وبهذا ولدها. قالت ليها نقتل لك بناتك ولا ولدك. موت الضحيه قالت باللي هاد المراه هادي واحد النهار جات ليها للدار كتغوت كتعاير، تفرقي لي على بناتي، عندها 2 البنات، تفرقي لي على بناتي اش بغيتي عندهم، اش داروا ليك، عطيهم اتساع السحاره، توقع شي حاجه لبناتي نحرمك من بناتك ولا ولدك، نصفيها لي ندير لي نفعل ليه. المراه قالت باللي هي ما فراسها ما يتعاود، ما عرفاش كاين اش واقع. جات ليها السيده غوتات عليها عيرتها السحاره ما السحاره وهداتها بناتها وبولدها. قالت ليها نقتل لك بناتك ولا ولدك. راجلها ما في خباره والو من هادشي، قال انا ما كنتش حاضر وما في خباري والو من هادشي. مراته ما قالت لي والو، ما عاودت لي والو.
من غير هادشي والدين الضحيه قالوا باللي غير مؤخرا الاثنين اللي فات واحد السيد من حداهم جارهم قالوا باللي جا ليهم للدار في العشيه مع 6 ديال العشيه، حي عليهم تما في الدرب، سب المراه الفاعله التاركه، جا ليهم هاز سارجوان ديال البني، جا ليهم معول على يخزيت كيف ما كنقولوا. خرج لي عبد اللطيف كان غير في الدار، هز حتى هو واحد الحديده خرج لي، دخلوا غير الجيران فرقوا بيناتهم، ما خلاهمش قربوا لبعضياتهم، ما خلاهمش تضاربوا. المشكل اللي وقع بيناتهم، المراه قالت باللي هي كانت في الدار، اتجال عندها ولدها جا كيبكي، مالك ما مالك، قال لها فلان ضربني، صرفقني وعايرني، قال لي الله ينعل لك الوالدين. ناضت هي مشات ليه، ما لقاتوش، لقات غير المراه مراتو، بدات كتعاير علاش يضرب ليا ولدي الفاعل التارك، ندير ليه نفعل ليه. المراه خلاتها غوتات حتى عيات، ما خرجت ليها ما والو، بقات كتغوت تما كتعاير، تعاير في السيد، تعاير في مراتو، تعاير في ولادو، فمها وما جاب، غوتات حتى عيات ومشات بحالها. في العشيه اتجا لهم السيد بسارجوان. هاد الناس هادو والدين الضحيه في البحث لقاوهم الجندارم باللي عندهم بزاف المشاكل مع السكان ديال الدرب فين كيسكنوا، سواء جيرانهم اللي كيسكنوا حداهم قراب ليهم، سواء ناس بعاد عليهم، خصوصا المراه فوزيه راجلها عبد اللطيف مع الخدمه غابر على الدار الدرب، كل مره ما عادش كيجي للدار، كاين شي حوايج وقعوا كاع ما في خبارو، هو ما سايقش ليهم الخبار، مراتو ما كتقول ليه والو، تخاصم تعاير ما كتقول ليه والو. المراه كتقول باللي ولدها كان قبيح بزاف، ديما جابت لها الصداع مع الجيران، كيعاير الناس بالهضره الخايبه، يشير على البيبان ديال عباد الله، يشير على الشراجم، يضرب الدراري، فين ما كان شي دري صغر منه كيحقر عليه يضربو. كاين اللي كيجي يتبرى منها، ولدك دار ليا فعل ليا، كاين اللي ما كيعقلش عليه كيضربو الدري حتى كيجي يبكي للدار. المراه قالت باللي هي ما كان عندها ما دير ليه، عيات ما تضرب فيه، فين ما كيتبرى منها شي حد كتشدو كتضربو، عيات ما تبرى فيه كتخلعو، باقي تعاير شي واحد، تشير على شي باب ولا تجبد الصداع مع شي واحد، ندير لك نفعل لك، والو الدري بقى هو القباحه هي القباحه. الجندارم هنا جابوا السيده اللي كانت هداتها بولادها، بحثوا معاها شنو المشكل اللي ما بينك وبين فلانه، قالت ديك السيده سحرات لي لبناتي. هاد المراه هادي قالت باللي هي عندها جوج البنات، بناتها كانوا عادي بخير وعلى خير، صحتهم بخير، واحده منهم كانت مخطوبه غتزوج، ما بقى لها والو، دير العرس ديالها وتمشي لعند راجلها. واحد النهار طاحوا ليها بجوج في الدار، طاحوا بداو كيغوتوا، قالت باللي بناتها تسكنوا الوقت اللي طاحوا داكشي اللي فيهم الجنون اللي سكنوهم، بداو كيقولوا فلانه فوزيه، كيغوتوا غير بفوزيه، شكون هاد فلانه ما شكون هاد فلانه. هزوهم ديك الساعه داوهم لعند واحد الراقي، دار لهم الرقيه الشرعيه، طاحوا بداو كيغوتوا داكشي اللي فيهم، دوا مع الراقي، قالوا فلانه اللي كتسكن في بلاصه الفلانيه على موت عبد الرزاق هي سبابهم، هي اللي سحرات ليهم، كتغير منهم حيت حسن من بناتها، زوينات على بناتها، داخلين سوق راسهم، دارت لهم السحور باش يخرجوا للطريق، ودارت لهم الثقاف باش عمرهم يتزوجوا. السيده قالت باللي هي غير جاو من عند الراقي، مشات ليها عيراتها السحاره الفاعله التاركه، تفرقي لي على بناتي. الجندارم قالوا لها هي كتقول باللي انت هددتيها بولادها، قلتي ليها نحرمك من بناتك، نحرمك من ولدك، نصفيها لي، ندير لي، نفعل لي. قالت قلت لها هاد الهضره هادي بغيت نخلعها باش تفرق لي على بناتي. اش داروا لها باش وصلوا حتى تسحر لهم وتخرج عليهم. قالت باللي بنتها اللي كانت مخطوبه غتزوج، الناس اللي كانوا خاطبينها سمعوا الدريه ولات كطيح، الدريه مسحوره، داروا بناقص، الدري ما بقاش باغي يتزوج بها. الجندارم هنا مباشره قالوا لي هذاك الشيء علاش قتلتي الدري، باش تنتقمي من مو، غير حيتاش بنتك صافي ما بقاش غتزوج ناضتي انت قتلتي الدري. قالت لا انا ما قتلتوش، ما قربتش ليه، واخا بناتك دابا اش واقع لهم، باقين كيطيحوا، باقين كيقولوا لك فلانه هي السبب. قالت باللي بناتها ملي تبعت لهم الرقيه ولاو شويه بخير، ما بقاوش كيف ما كانوا. المراه كان هذا هو الكلام ديالها. الجندارم بحثوا مع الزوج ديالها مع بناتها جوج، نفس الكلام قالوه كاملين. هاد الناس هادو لا المراه لا راجلها لا بناتهم قالوا باللي هما بعاد على هادشي، وباللي هما ما قربوش لذاك الدري، ما ضربوه ما اذاو ما حتى شي حاجه. هما كاملين قالوا باللي ديك الليله ليله الجمعه مع 9 ديال الليل كانوا غير في الدار ديالهم، حتى واحد فيهم ما كان خارج. الاب ديالهم جا من الخدمه مع 7 ديال العشيه، ملي جا هو غير في الدار.
البنات نهار كامل وهما في الدار، امهم كانت غير في الدار. فهاد الناس هادو كان هذا هو الكلام ديالهم. الجندارم جابوا السيد اللي كان جا ليهم للدار، اللي كان جا الوالدين الضحيه للدار وحيا عليهم كذا الى اخره، وكان هاز سرجوان، جا لهم بالسرجوان حتى للدار، جابوه وبحثوا معاه. شنو المشكل اللي ما بينك وبين هاد الناس؟ هاد السيد هذا قال باللي ولدهم الضحيه ضرب ليه الموتور بحجره وعيرو سبوا بالهضره الخاسره. قال باللي هو كان جا للدار من الخدمه كيخدم في البني، جا مع الوحده ديال النهار، جا باش يتغدى ويرجع للخدمه. عنده واحد الدراجه ناريه موتور، الموتور خلاه قدام الباب مخلينه محلول، جالسين كيتغداو اتا كيسمع الخبطه في الموتور برا باق. ناض خرج لقى واحد الدري صغير حدا الدار ديالو، بانت ليه حجر حدا الموتور، سولو شكون شير على الموتور، داك الدري قال لي راه هو اللي شير على الموتور على الضحيه. دار فيه عيرو، قال لي سير حيد من هنا الله ينعلك الوالدين. الدري عيرو سبو بالهضره الخاسره، مشى ليه ضربو صرفقو. صافي رجع للدار كمل ماكلتو غسل، خرج ركب على الموتور ديالو مشى لخدمتو. في العشيه ملي جا من الخدمه مراتو قالت لي اش قربك للدري، انت عارف امو كيفاش دايره ما عندها لاش تحشم، ضربتي الدري ومشيتي وخليتي امو جات حيحات علينا هنا، جات كتغوت هنا كتعير بالهضره الخاسره، شي هضره كتقول انا ما قديش نخرج لعندها ندوي معاها، كتعير فيا انا تعرفك انت، عيرات الدريه بشي هضره ما فاهمي تسمع. ضرب بنتك ربي بنتك اللي كاع النهار ويضيع مع الدراري حدا الكوليج، كاع النهار وما يعنقوا فيها الدراري قدام الكوليج، كيديوها الخلا يديروا ليها يفعلوا ليها يتركوا ليها، يجيبوها حتى الدرب معنقينها ويبوسوا فيها. هاد الناس هادو عندهم واحد البنت كتقرا في الثانوي. السيد قال انا ملي ولات قيله هاد الهضره على بنتي، مشوها بنتي في الدرب رجعاتها ما كتسوى ما تصلح، طلع لي الدم تغدت، هزيت سرجوان ومشيت ليها، عيرتهم فمي وما جاب. خرج راجل هاز واحد الحديده كنت غنضارب انا وياه، فرقوا بيناتنا الجيران. هاد السيد في البحث قال انا داك الدري ما دار لي والو، من غير ديك الضربه اللي ضرب لي الموتور والمعيور اللي عايرني ضربته، انا طلع لي الدم على مو اللي جات وقالت ديك الهضره في بنتي، داكشي علاش انا مشيت ليهم. والجندارم قالوا لي هي قالت في بنتك ديك الهضره، انت باش تنتقم منها قتلتي لها ولدها. قال انا ما قتلتوش، انا بعيد على هادشي، انا ما قربت ليه ما والو. موت الضحيه قالت باللي هي البنت ما شايفه عليها حتى شي حاجه، هي غير كانت مع الصباح يضرب لها ولدها، قالت ديك الهضره بلا ما تشعر بدات كتخرج في ديك الهضره. هاد الناس هادو تقلبوا ليهم المنازل ديالهم، ربما تلقى عندهم دم في الديور ديالهم او ادله كتاكد التورط ديال شي حد فيهم في الجريمه. تقلبات الدار ديال هاد الناس، الدار ديال هاد الناس ما تلقات عندهم حتى شي حاجه. الجندارم داروا التحريات ديالهم، واش نهار الجمعه تشاف فيهم شي حد غادي او جاي من المكان اللي تلقى فيه الولد، لانه كاينه طريق بيس كدي حتى الارض فين تلقات الجثه ديال الولد، كتدي من الدرب فين كيسكنوا هاد الناس هادو حتى لديك الارض. بحثوا هنا بحثوا هنا ما توصلوا لحتى شي حاجه بخصوص هاد الناس هادو. الجندارم اللي عرفوا من خلال البحث ديالهم ان ديك السيده موت الضحيه قبيحه بزاف، ولد حتى هو كان قبيح، رغم ان الدري كان باقي صغير ولكن كان قبيح بزاف، ما كيحترم حد لا كبير لا صغير، كيعير بالهضره الخايبه، دوا مع شي حد كيسبوا بالهضره الخاسره. مو فين ما كيتبرى منها شي حد كتقول لي اش غادي ندير ليه، نقتلو نمشي للحبس، ولدي قبيح عييت ما نضرب فيه والو ما بغاش يحشم. هي ملي كيتبرى منها شي حد كتقول لي اش غادي ندير ليه، ولدي قبيح، ولا مشى حتى ضربو شي واحد كتنوض الروينه السبال المعيور بالهضره الخاسره، نديك لاري ندير نفعل، ما يقربش ليا لولدي، ما يضربوش ما يعيروش. ف هاد السيده موت الضحيه كانوا عندها مشاكل كثيره مع السكان تما بسبب ولدها. الجيران ديالها قالوا باللي كانت مضصره بزاف، كيسمع مو كتخاصم مع الناس على قبلو وكتسبهم الهضره الخاسره، اللي قرب لي الولدين دير لي نفعل لي نديكلاري، الدري غير ما كيتصر، ديما هي كتجي من جهه ولدها سوا ظالم سوا مظلوم. الجندارم استمروا في البحث ديالهم مع والدين الضحيه، داروا التحريات ديالهم في الدرب فين كيسكنوا، كانوا ناس اخرين عائلات اخرين كان وقع مشكل ما بينهم وبين موت الضحيه، تخاصموا مع بعضياتهم تعايروا بسبب الضحيه. واحد نهار كانوا جاو ليها 4 العيالات حتى للدار تحاموا عليها، 2 منهم خواتات و2 الاخرين عيالات خوتهم. الدري كان ضرب ولد وحده منهم، شير عليه بحجره، ضربوا للراس ديالو جرحوه وهرب.
جات موت الدري عند فوزيه تبرست، تقوم خاصمين مع بعضياتهم ضاربوا، ما تفاهموش في الكلام، هادي تعاير ضاربوا. الثلاثه الاخرين واحد المراه مشات لعندهم قالت لهم فلانه مضاربه، هما ساكنين في دار وحده، جاو كيجريو لقاوهم شادين، شدوها تحموا عليها ضربوها. هاد المشكل هذا كان اكثر من عام باش وقع. هاد الناس هادو في البحث قالوا حنا من ديك الخصومه من تما هي ما بقات دارت لجيتنا، حنا ما بقينا درنا لجيتها. الجندارم من غير هاد الناس هادو كانوا بزاف الناس اخرين وقعت خصومه ما بينهم وبين موت الضحيه. بحثوا معاهم الجندارم، بحثوا مع دا الناس اللي بحثوا معاهم كيقولوا حنا بعاد على هاد الشيء. اي كان وقع مشكل، علاش وعلاش، ولكن مشكل فات. الجندارم هاد الناس هادو ما كاينش اللي لقاو عليه شي حاجه كتثبت التورط ديالو بالجريمه. شنو اللي وقع؟ الدرك الملكي خلال التحريات ديالهم لقاو واحد السيد من الدرب من تما. هاد السيد ديعو كيقول لعباد الله هنينا منو داك الدري، احسن حاجه مات، مو مدا الصراع عاد غنهناو من صداعه، حقاره ما مربيه حتى هي عاد غتربي ولادها. ولدها كان صغير وداير لينا الروينه هنا في الدرب، هذا كون بقى حتى كبر كون ولي يدخل لينا حتى للديور بالجناوه. هاد السيد بحثوا معاه الجندارم، ربما السيد كيحاول يغطي على شي حاجه، ربما دير شي حاجه وكيحاول يبعد الشك عليه. بحثوا مع الجندارم، كيفاش انت ديعو كتقول لعباد الله هنينا من داك الدري احسن حاجه مات؟ شنو دار لك داك الدري؟ واش كان عندك معاه شي مشكل مع والديه؟ عارف شي حاجه؟ شفتي شي حاجه؟ قال انا ما عارف والو، ما عندي حتى شي مشكل لا مع الدري لا مع والديه، غير حيتاش الدري كان قبيح بزاف، امو حتى هي قبيحه حقاره، كانوا مكرفسين على واحد السيده حدانا معدين عليها. الدري باقي صغير وحاقره، كل نهار كيشير ليها على الباب، يدق ليها على الباب ويهرب. انا شفتو شحال من مره شير ليها على الباب. دويت مع عمو، فلانه ربي ولدك تبري فيه، قول لي بعد من السيده، دارت فيا كل نهار جيني واحد ولدك مالكم مع الدري، اش دار لكم؟ ياك ما شيرش عليك انت، ما دقش بابك انت، وسير دخل سوق راسك. هي كون ضرب ليها الباب كون راه جات تبرات. السيد قال المراه مسكينه قتلوها بالعصا، فين ما كتمشي تبرى منهم كتشدها هي وبنتها يتحاموا عليها يضربوها ينتفوها كيقتلوها بالعصا. جوج المرات حضرت لهم انا محامين عليها. المراه وحدانيه، ما عندها راجل، ما عندها ولاد، ما عندها حد في جنبها غادي يدافع عليها. داكشي علاش كانوا حاقرين عليها. السيد قال انا هادشي علاش قلت ديك الهضره، على قبل القباحه ديال الدري والحقره اللي كانوا حاقرين ديك المراه. الجندارم بحثوا مع والدين الضحيه، سبق وقع لكم شي مشكل مع هاد السيد؟ تخاصمتوا معاه شي مره؟ الدري ولدكم دار لي شي حاجه شي مره؟ قالوا لا عمرنا ما تخاصمنا معاه ولا شي حاجه. واخا واحد المراه سميتها فلانه فتوقع لكم معاه شي مشكل؟ تخاصمتوا معاها ضربتوا معاها؟ موت الضحيه قالت قالت باللي فات ليها الضربات معاها جوج المرات. المره الاولى كانت تبعات الضحيه حتى للدار، مو قالت باللي هي كانت في الدار حتى كتسمع ولدها جاي كيجري وكيغوت ماما 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 ماما. خرجات لقاتو جاي هربان وديك المراه تابعاه باغا تضربو. قالت باللي المراه ما كتهضرش، صعوبه باش كتنطق شي كلمات قلال. المراه بكماع زيزونه كيف ما كنقولوا جميع. بدات كتهز عليها في يديها وكتغوت، ضربات هي وياها. واش تحميتي عليها انت وبنتك؟ قالت لا، البنت ما قرباتش لها ما مستاتهاش. المره الثانيه قالت باللي ديك المره كانت ضربات الضحيه، شداتو ضربات هي وياها عاوتاني، عكس الكلام اللي قال السيد. هو قال باللي تحمات عليها هي وبنتها، هي قالت باللي ضربات غير هي وياها، البنت ما قرباتش ليها، ما قربات لها ما مستاتها ما والو. هاد المراه هادي كتسكن في واحد الزنقه، كاين الشارع دايز وكاين زناقي في هاد الشارع، زنقه هنا زنقه هنا زنقه هنا. هاد المراه كتسكن في واحد الزنقه قريبه للزنقه فين كيسكنوا والدين الضحيه. السيده عايشه غير بوحدها، ما مزوجه، ما عندها لا ولاد لا حتى شي حاجه، كتخدم في الفلاحه، عندها الدار ديالها فيها غير السفلي مسقفه بالقصدير الزنق. كانوا بعض الناس اللي كيعرفوها مزيان قالوا بلي هي كانت في الاول كتهضر عادي، ولكن من بعد بسبب المرض السخانه ما بقاتش كتهضر، كتقول غير شي كلمات قلال، ودوك الكلمات كتخرجهم بصعوبه من فمها. السيده من صغرها وهي كتخدم في الفلاحه، كانت كتسرح البهايم كذا الى اخره، كانت كتخدم في الشمس نهار كامل وهي في الشمس، مرضات. الجندارم داروا التحريات ديالهم بخصوص هاد المراه هادي. فعلا كانوا ناس قالوا نفس الكلام اللي قال داك السيد، قالوا باللي موت الضحيه جوج المرات وهي كتحمى عليها هي وبنتها، شدوها ضربوها نتفوها.
قالوا باللي الضحيه كان كيشير لها على الباب، بعض المرات يشير لها على الباب، بعض المرات كيدق عليها ويهرب. الجندارم داروا البحث ديالهم واش شي حد السبت اللي فات في العشيه شافها جايه من جهه المكان فين تلقات الجثه ديال الضحيه. الجندارم سولوا هنا لقاو واحد الولد كيسكن في هاد الدرب، قال باللي السبت اللي فات كان تلاقى مع هاد المراه في العشيه. هو كان جاي للدار ديالهم، بانت ليه جايه من واحد الطريق دافعه واحد العربيه يدويه كروسه، جات مع ديك الطريق حتى الطريق اللي كان جاي منه هو، ودارت جهه الدرب فين كتسكن، تما تغادا جهه الدرب. قال انا ملي شفتها قلت هذه منين كتعمر الماء، هي ما مدخلاش الماء لدارها، ما مدخله لا ما لا ضو، كتاخذ الماء غير من عند الناس او كتمشي لواحد العوينه كتسقي منها الماء. الدري قال مع راسو هذه ما عرفت فين مشات تعمر الموجيه، واش كاينه شي عوينه تما، واش خدات الماء من عند شي حد. الساعه ملي وصلت حداه وفاتو، قال المراه كانت غادا كتزرب للدرب، الكروسه كانت هازه فيها جوج البرامل كبار، قال ملي فاتو غادا بالكروسه ودوك البرامل غاديين وكيتقرقبوا خاويين، وحتى الدفعه اللي دافعه الكروسه خفيفه، السيده غادا كتزرب بالكروسه البرامل خاويين. النعت اللي عطاها الدري للجندارم الطريق اللي شافها جايه منها كاينه في الاتجاه فين كاين داك الخلا، فين تلقات الجثه ديال الضحيه مرميه. كانوا ناس اخرين اللي قالوا باللي هما السبت في العشيه شافوها غادا بالكروسه والبرامل، شافوها في الدرب، قالوا السيده غادا تجيب الماء تسقي الماء. هاد المراه هادي بحثوا معاها الجندارم، السيده كيف ما سبق وقلنا ما كدويش، كتكلم غير بالاشاره، كتنطق فقط شي كلمات قلال ودوك الكلمات كتنطقهم بصعوبه. مشاو الجندارم للدار ديالها، قلبوا الدار، قلبوا هنا قلبوا البرامل اللي عندها في الدار، لقاو عينات ديال الدم لاصقين في واحد البرميل، كارمين على داك البرميل. ترسلوا دوك العينات للمعمل الجنائي. الجندارم اعتقلوا هاد المراه هادي في البحث، نكرات قالت انا ما درت والو، ما قربش لداك الدري، ما قتلته ما والو. ولكن اللي بان من خلال نتيجه التحاليل المخبريه ان داك الدم اللي تلقى عندها في الدار كيرجع للضحيه. لما واجهوها الجندارم بالادله، ملي انت ما قتلتيش الولد اش كيدير الدم ديالو في الدار ديالك، اعترفات بالجريمه ديالها، قالت باللي هي اللي قتلته. السيده بحسب الكلام ديالها قالت باللي داك الدري ديما في الليل كيجي ليها الباب ديال الدار، يا كيشير ليها على الباب يا كيدق ويهرب. قالت باللي شافتو شنو كيدير، عسات عليه بكثرة ما الدري ولا ديما جاي ليها الباب، عسات عليه، كيوقف في الراس ديال الزنقه كيتقابل مع الباب وكيشير لها على الباب باق وكيهرب، يا كيجي لها حتى الباب كيدق لها على الباب كيخبط الباب بالجد وكيهرب. قالت باللي مشات تبرات من مو المره الاولى، شداتها هي وبنتها تحموا عليها ضربوها. المره الثانيه بسبب الغضب ديال الضرب اللي ضرباتها مو اختو، شير لها على الباب شداتو ضرباتو، خلاتو شير على الباب، هرب ما تبعاتو ما والو، حتى لقاتو في الزنقه كيلعب، شداتو ضرباتو. جات ليها مو اختو تحموا عليها عاوتاني ضربوها، تكرفصوا عليها مزيان. قالت الدري ما بقاش بغى يتفرق ليها على الباب، ما بقاش بغى يتفرق عليها، ملي شاف مو اختو جوج المرات كيتحموا عليها كيضربوها بسباب وهو، قالت غير ما زاد صر، ما بقاش باغي يتفرق عليها، ولا كل ليله خابط ليها الباب، هي ما بقاتش قادره تمشي تبرى، ولات كتخاف مو اختو يتحموا عليها، عسات عليه. واحد الشرجم كاين حدا الباب ديال الدار، ولات كل ليله كتعس عليه، كطلع عليه من داك الشرجم، كتشوفو راه هو جا تقابل مع الباب وشير على الباب. ديك الليله ليله الجمعه نفس الحاجه، بقات عاس عليه. الدري جا دخل الزنقه تما، جاي كيتسلت الباب باغي يدق ويهرب، هي حاضيه كتشوف فيه، هزات حديده في يديها، مع قرب عند الباب غادي يدق، حلات الباب شداتو جراتو لعندها لداخل وضرباتو بديك الحديده جوج ضربات الراس، ضرباتو بحر جهدها، السيده هشمات لي راسو، الدري طاح الارض، طايحه وحده. الوقت اللي شداتو جراتو قالت الدري مع الخلعه بقى مصدوم، بقى غير كيشوف فيها، ضرباتو قتلاتو، دارتو في البرميل ديال الماء، خشات الجثه في البرميل، سدات عليه، نظفات مسرح الجريمه. الغد لي في العشيه دارتو في الكروسه، هزات جوج برامل، البرميل اللي فيه الجثه وبرميل اخر، على اساس انها غادا تمشي تجيب الماء، داتو لاحتو في داك الخلا ورجعت بحالها. غير هو في المشيه ما مشات مباشره مع الطريق اللي كتدي من الدرب فين كتسكن لداك الخلا، لا مشات من طريق اخرى حتى وصلت لواحد البلاصه ودارت، مشات مباشره عاد دارت عاوتاني لجهه داك الخلا،
في الرجعه دارت نفس الحاجه، مشات في الاتجاه المعاكس ودارت مع واحد الطريق، مشات معاه مباشره، عاد دارت مع الطريق اللي كدي للدرب. هي فين شاف هذاك الدري. السيده قالت باللي هي حسات بالحقره، حقرات مو الدري وختو، شافوها وحدانيه ما كاينش اللي وقف معاها، ما عندها حد، ولاو حاقرينها كل مره مكرفسين عليها، كيشدوها كيتحاموا عليها كيتكرفسوا عليها. الدري حتى هو باقي صغير ولا حاقرها، ما بغاش يتفرق عليها، كل مره جاي خابط ليها الباب. هي باش تطفي داك الغضب والغضيض اللي كتحس بهم جهه هاد الناس، قتلها الدري. من بعد الاعترافات ديال المتهمه كتقدم للمحاكمه وتحكمات ب30 سنه. إخواني وأخواتي الكرام، كانت هذه هي النهاية ديال هذه الحلقة. نتلاقوا في حلقة جديدة، قضية جديدة إن شاء الله. شكرا لكم على استماعكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.